بيبدأ الفيلم مع ريان اللي بيكون على المركب بتاعه في البحر، وبيبص بالعدسة المكبرة وبيدور على أقرب مكان فيه يابسة عشان يروح يجيب أكل وشرب ليه، ويدور على مكان يصلح فيه الترس اللي بايظ عنده. ولما بيوصل بيقابل شخص وبيسأله على أقرب ميكانيكي هنا، والشخص بيدله على ميكانيكي موجود في القرية. فبيتحرك ريان على هناك وبيقابل الميكانيكي وبيديله الترس اللي عايز يصلحه، والميكانيكي بيقول له إن الموضوع ده هياخد وقت شوية وقدامه حوالي 3 أيام. لكن ريان بيطلع له فلوس كتير وبيقول له انه مستعجل عليه ويومين وهيجي ياخدها، والميكانيكي بيفرح لما بيشوف الفلوس الكتير دي وبيوافق. وفي الوقت ده بيكون في طفل على شجرة بيتفرج على كل اللي بيحصل ده، وبيستنى لما ريان يمشي وبيجري ناحيته عشان يشيل منه الشنطة. وفي الأول ريان بيكون فاكر إنه حرامي وبيزقه على الأرض، لكن بعد كده الطفل ده بيعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه دوني، وإنه عايز يشتغل معاه ويديله أي فلوس. وريان بيقول له انه مش محتاج حد يشتغل معاه، لكن دوني بيفضل يتحايل عليه وبيعرفه انه محتاج للفلوس دي قوي. فبيتعاطف معاه ريان وبيقرر انه يخليه يساعده. وفي الطريق بيفضل دوني يتكلم مع ريان ويقول له ان والدته بتعمل اكل حلو جدا وممكن يجي يتعشى معاهم النهارده. وفي الوقت ده بتكون والدة دوني ومعاها بنتها الصغيرة واقفين عند محل يشتروا منه حاجات، والأم بتفضل تتحايل على صاحب المحل إنه يديها الحاجة اللي طالباها عشان عايزة تأكل ولادها، لكن الراجل بيفضل يقول لها إنها مش بتدفع اللي عليها وبيقول عليها شحاتة. وبيكون دوني وريان وصلوا للسوق اللي هي موجودة فيه، وأول ما بتشوف دوني بتنادي عليه وبتسأل مين الراجل ده وبيعمل معاه إيه. فبيقول لها دوني إنه معاه فلوس وهشغله في إنه يشيل له الشنطة والصناديق التقيلة، وبيعرفها إنه عزمه على العشاء عندهم في البيت النهاردة. وهي بتقول له إننا ما ينفعش نثق في الغرباء وإن إحنا ما نعرفهمش. فبيطمنها دوني إنه شخص كويس، وبيروح لريان وبيقول له إن دي تبقى مامته وبيخليه يتعرف عليها. والأم بترحب بريان جدا وبتقول إنهم هيستنوه على العشاء بالليل في البيت عندهم. بعدها بيكمل ريان ودوني طريقهم بعد ما بيشتروا صناديق الأكل اللي ريان محتاجها، وبيروحوا على المركب بتاعة ريان. وهناك دوني بيشوف القوس والسهم اللي مع ريان وبيسأله دول بتوع إيه. فبيقول له ريان إنه بيصطاد بيهم وبيعرفه إنه ما بيلعبش فيهم عشان دول خطر. وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا تاني على القرية، وريان بيطلب من دوني إنه يروح على البيت على طول. فبيأكد عليه دوني إنهم مستنيينه بالليل وبيعرفوا طريق البيت. وفي الوقت ده بنشوف فرد من افراد العصابه وماسك بنت في ايده وداخل بيها على الزعيم بتاعه. بيكون واضح ان البنت دي مخطوفه، والزعيم بيقول له ان ليه بيحب النوع ده من البنات وبيطلب من فرد العصابه انه يخطف بنات تانيين. فبيساله احنا كده عندنا كام واحده، فبيقول له الزعيم عندنا 12 بس لسه محتاجين تاني. وبيطلب منه يرجع القرية ويقتل حد قدام السكان عشان الناس تخاف منه ويعملوا اللي يطلبوا منهم من غير أي مقاومة. بعد كده بنشوف ريان لما بيروح على بيت دنيا عشان يتعشى، وبيكون جايب معاه سمكة كبيرة وبيعرفهم انه اصطادها عشان يتعشوا بيها. وده طبعا بعد ما ريان شاف الحالة الصعبة اللي أهل دوني فيها. وعلى ما الأم تحضر الأكل بيطلع ريان ودوني بره، ودوني بيفرجوا على الفراخ اللي هم مربينها وبيكون فرحان بيها جدا، وبيقول له ان دي تبقى الفرخة المفضلة بتاعته وهو مستني انها تكبر عشان يدخل بيها مراهنات ويخليها تجيب فلوس. بعدها بيدخلوا ياكلوا وبيقضوا وقت سعيد مع بعض، وبيمشي ريان ودوني بيسأله هيشتغل معاه تاني ولا لأ. فبيطلب منه ريان انه يكون موجود بكرة الساعة 9 عند المينا. وتاني يوم بنشوف العصابة وهم جايين على الجزيرة، وبيكون واضح ان العصابة دي معروفة لان الاطفال اللي كانوا بيلعبوا بيجروا اول لما بيشوفوهم وبيحطوا وشهم في الارض وبيكونوا خايفين منهم جدا. بعد كده بنشوف ريان وهو بيساعد دوني يعمل قوس وسهم زيه وبيكون فرحان وهو بيعلمه. وبعد ما بيخلص بيروح على الميكانيكي عشان يشوفه وصل لإيه، وبيلاقي ان الترس اتعمل بس لسه في عيب. فبيطلب منه يعمله مرة تانية وبيديله فلوس زيادة عشان يخلصوا بسرعة. بعدها بنشوف العصابة لما بيوصلوا عند بيت واحد من السكان وبيهددوه بالسلاح وبياخدوا مراته منه، والراجل بيحاول يقاوم ويحمي مراته لكنه بيكون خايف منهم جدا ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم بنشوف ريان وهو رايح لدوني وبيشوفه وهو بيعيط وبيعرف منه ان الكلب هاجم الفرخة بتاعته وموتها. فبيقول له ريان انهم ممكن يقتلوا الكلب، لكن دوني بيقول له انه مش عايز يعمل كده وان الاحسن يبنوا قفص احسن من اللي فات عشان الكلب ما يعملش كده تاني. فبيقول له ريان انه هيبات معاه النهارده عشان يساعده، وفعلا بيباتوا هما الاتنين. ولما بيجي الكلب بالليل بيقوم ريان وبيكون هيضربه بالسهم اللي معاه، لكنه بيفتكر كلام دوني وبيكتفي بانه يرمي عليه طوبة بس عشان يبعد. وتاني يوم الصبح بيروح ريان ودوني السوق عشان يجيبوا شوية طلبات، وفي الوقت ده بيكون العربية بتاعت
بتاعت العصابة معدية وبيكونوا ماشيين على سرعة عالية، وساعتها بيخبطوا العربية اللي دوني بيجرها وبيقلبوا دوني على الأرض، فبيمسك ريان طوبة وبيكسر بيها المراية بتاعتهم. فبيتضايق أفراد العصابة وبينزل 3 منهم عشان يخلصوا على ريان، لكن ريان مش بيتكلم وبيفضل ماشي عشان ياخدهم لمكان فاضي، ولما بيهجموا عليه بيقدر ريان إنه ياخد منهم الأسلحة وبيخلص عليهم هما ال3. بعدها بيرجع علشان ياخد دوني يعالجه، وبيكون الشخص الرابع اللي مع العصابة لسه في العربية وبيخرج الموبايل بتاعه عشان يصور بيه ريان. وبعدها ريان بياخد دوني على البيت، ووالدة دوني بتتخض لما بتشوفه كده، لكن ريان بيطمنها وبيقول لها انه هيعرف يعالجه. وعلى طول بيجري ريان على المركب بتاعته وبيجيب الشنطة اللي فيها ادوات الاسعافات كلها وبيرجع بسرعة، وفعلا بيقدر يعالج دوني. ووالدة دوني بتستغرب وبتسأل ريان ازاي قدر يعمل الحاجات دي، وبتسأله اذا كان دكتور ولا لأ، لكن ريان بيقول لها انه مش دكتور ولا حاجة، بس عنده شوية مهارات، وبيطلب منها انهم يمشوا من هنا بسرعة عشان العصابة اكيد هتيجي هنا تدور عليهم. وهي بتقول له ان دول قراصنة وبيخطفوا البنات وبيقتلوا ويسرقوا، محدش بيعرف يعمل لهم اي حاجة. فبيقول لها ريان انهم عشان كده لازم يهربوا، وبيدي اخت دوني سلسلة صغيرة، وبيدي ام دوني هي كمان حاجة تحطها في شعرها، وبيقول لهم انه لو ما رجعش خلال ساعتين تاخد الاطفال وتروح عند الكنيسة الخضراء اللي عند حاجز المية. والناحية التانية بنشوف الفرد الرابع اللي كان صور ريان وهو رايح عشان يوري الصورة بتاعت ريان للزعيم بتاعه، والزعيم بيتصل على الرئيس ليه، لكن المساعد بتاع ليه هو اللي بيرد وبيقول له ان الرئيس ليه مشغول دلوقتي، لكن زعيم العصابة بيقول له ان في حاجة مهمة لازم يبص عليها بنفسه لانه عرف مين الشخص اللي قتل رجالته، وبيبعت له الصورة بتاعت ريان. وليه بياخد الصورة وبيرجع البيت وبيدور في اللابتوب بتاعه وبيعرف ان ده نفس الشخص اللي بيدور عليه، فبيتصل على زعيم العصابة بيقول له انه عايز الشخص ده حي بأي تمن. وفي الوقت ده بيكون ريان ماشي في القرية وبيكون في قناص موجه السلاح عليه عشان يقتله، لكن بتجيله رسالة من الزعيم انهم عايزينه حي، وريان بيحس بالقناص وبيدخل بيستخبى في محل بتاع ادوات غطس، لكنه بيحس ان في حد ماشي وراه، فبيستنى لما الشخص ده بيقرب منه وبيروح ريان ناحيته وبيضربه. بعدها بيربط الشخص ده وبيفضل يسأله شغال لحساب مين وفي كام واحد بيراقبه غيره، وبيسأله خد كام عشان يعمل كده، لكنه ما بيرضاش يجاوب على اي سؤال منهم. وساعتها بيقرر ريان انه يخلص عليه. ولما الخبر بيوصل للزعيم بيتصل على ليه وبيقول له انه خسر رجاله كتير بسبب الشخص اللي هو بيدور عليه ده، فبيتعصب ليه وبيقول له لازم تلاقيه باي تمن ولازم تجيبه حي عشان اخلص عليه بنفسي، وبيكون متضايق جدا. فبتيجي مراته وبتساله هو متضايق ليه كده وبيدور على مين، فبيقول لها انه بيدور على الشخص اللي قتل والده واللي كان لقبه حامل الرسائل، عشان لما كان بيظهر لاي حد كان بيخلص عليه وكأن معاه رساله الموت. بعد كده بنروح لريان مرة تانية وبنشوفه وهو بيزور صديق ليه اسمه توم، لكن ريان بيكون مهدده بالسلاح وبيسأله ليه عملت معايا كده، فبيقعد توم وبيقول له انه كان محتاج فلوس وقتها وعرفوا يضحكوا عليه ويخلوه يخون اعز اصدقائه. وبيفضل ريان يسأله عن ليه والناس اللي شغالين معاه، وبيعرف ان ليه هو اللي بيدور عليه دلوقتي والعصابة شغالة لصالحه. وبعد ما بيخلص كلام معاه بيقتله، وبنشوف ان ريان بيفتح جسمه وبيخرج منه شريحة عشان يطلب الاستغاثة من المنظمة اللي هو شغال فيها. والناحية التانية بنشوف ان ليه اتصل بزعيم العصابة وطلب منه انه يجمع كل رجالته عشان يروحوا يخطفوا دوني واخته ويجيبوهم عنده عشان يضغط على ريان. وفي الوقت ده بيروح ريان وبيقدر انه يخلص على كل افراد العصابة اللي قابلهم بكل سهولة. وبعد ما بيخلص بيجري على البيت عشان يطمن على دوني، لكنه بيلاقي ان والدة دوني مصابة اصابات خطيرة، وبيعرف ان العصابة قسمت نفسها، جزء هو خلص عليه والجزء التاني نجح انه يخطف دوني واخته. وساعتها بيرن التليفون اللي العصابة سايباه، ولما بيرد ريان بيلاقيه ليه وبيعرفه ان هو اللي خطف دوني واخته، بيقول له قدامه ساعتين بس لو عايز يشوفهم تاني، ولو اتأخر هيخلص عليهم، وبيتفق معاه يتقابلوا في مكان اسمه جاكرتا. بعدها بنشوف ان ريان قرر يتحرك وبيروح على المركب اللي عليها العصابة وبيقدر انه يخلص على عدد كبير منهم. وساعتها الزعيم بيتصل على ليه وبيعرفه ان ريان هنا، وليه بيرد عليه بكل هدوء بيقول له ان دي مشكلته هو ويتعامل معاها، وبيعرفه ان ريان جاي عشان يخلص عليه. وبنشوف ان ريان قدر يوصل للأوضة اللي فيها البنات المخطوفين، وبيدي المسدس بتاعه لواحدة منهم وبيقول لها تدافع عن نفسها. والبنات بعد ما كانوا خايفين منه بيقرروا انهم يساعدوه، وفعلا البنت بتقتل واحد كان هيقتل ريان من ظهره. بعدها بيقدر ريان يخلص على الباقيين وبيوصل للأوضة اللي فيها الزعيم وبيخلص على الرجالة اللي معاه في الأوضة. بعدها بيخلص على الزعيم نفسه وبيروح يضربه بالسكين عشان يتأكد انه مات، وبيقول له ان ده جزء بسيط من الحاجات الوحشية اللي عملها في البنات اللي اتخطفوا. بعدها بيمشي ريان وبيتصل على المنظمة اللي شغال معاها وبيقول لهم انه عايز مستشار طويل المدى وعايز
يتعقب بالقمر الصناعي، وبيعرف ان التكلفه هتكون $1,000,000 فبيوافق ريان. بعدها بيبعت ليهم الاحداثيات اللي فيها اخت دنيا ده من السلسله اللي هي لابساها واللي فيها جهاز تتبع. بعدها بيركب ريان وسيله نقل وبيعرف انه متجوز وبيته قريب من هنا، فبيقول له ريان يستعد وبيقول لمراته تجهز عشان لما ينقذ البنت اللي جوه هيديها له عشان يوديها عند مراته تخلي بالها منها. وبيعرف ريان ان اسمه ايدي، وبيكون ايدي خايف جدا وعمال يقول له انه عايز يمشي، لكن ريان بيقول له طول ما هو في العربيه مش هيحصل له حاجه. بعدها بيدخل ريان وبيكون المستشار اللي طلبه من المنظمه دي قناص محترف، وبيخلص على كل افراد العصابه اللي قدام ريان عشان يفضي له الطريق. وريان بيطلب من القناص انه يغير المكان بتاعه ويروح يحمي ايدي والعربيه اللي هو فيها. بعدها بيدخل ريان وبيخلص على عدد كبير منهم، وبنشوف القناص وهو بيخلص على الناس اللي راحت عشان تهاجم ايدي بعد ما قالوا انه مع ريان ولازم يموت هو كمان. بعدها بيطلع ريان على سطح المبنى والقناص بيقول له انه شايف الاهداف قدامه بوضوح، وبيكون ليه بيتفرج على كل اللي بيحصل لايف وبيقول لهم يخلصوا على البنت. وساعتها ريان والقناص بيقدروا انهم يخلصوا على كل العصابه اللي كانت موجودة، وبياخد البنت الصغيرة وبيديها لإيدي وبيوصلوها لمكان أمان. بعدها بيروح عشان يقابل ليه في مكان اسمه ريد كلوب، والمنظمة بتكلم القناص وبتقول له إنه مطلوب خدماته في روما ولازم يركب الطيارة كمان 48 دقيقة. لكن القناص بيسمع كلام ريان ده وبيقرر إنه يخالف التعليمات ويروح على ريد كلوب عشان يساعده. وبنشوف ريان وهو بيطلب من إيدي إنه يساعده للمرة الأخيرة، وبعد ما بيوصلوا للريد كلوب بيطلب ريان من إيدي إنه ياخد فلوس دي وينزل يوزعها على بتوع الأمن والناس اللي شغالين جوه كلهم. وفعلا بينزل ايدي يعمل كده، لكن بيكون الفلوس دي مزروع فيها قنابل وريان بيدوس عليها وبيفجرها وبيخلص عليهم كلهم. بعدها بيدخل ريان وبيتعاون هو والقناص وبيخلصوا على عدد كبير من العصابه اللي كانت موجوده، لحد ما بيتصاب ريان في كتفه وبيقع على الارض. وبتيجي مرات ليه وبتمسك ريان وبتكون فاكره انها كده خلصت عليه، لكن ريان بيقوم وبيفاجئهم وهو اللي بيخلص عليهم. بعدها بيدخل ريان وبيشتبك مع اقوى واحد في رجاله ليه وبيكون قوي جدا وبيصيب ريان فعلا، لكن ريان بيقدر يخلص عليه. لكن المشكله ان ليه بيجي في الوقت ده وبيستغل الاصابات اللي عند ريان وبيفضل يضرب فيه وبيجيب السيف عشان يقتله وبيصيب بيه في كتفه. لكن قبل ما بيخلص عليه بيتفاجئ ان دوني بيجي من وراه بيكون معاه القوس والسهم وبيقتله، وريان بيروح ياخد السيف وبيخلص على ليه عشان يتاكد انه مات وخلص منه. وبعد ما كل حاجه بتخلص بنشوف ان ريان اختفى وايدي خرج عشان يروح، وبيلاقي الصوره بتاعته مقلوبه ومكتوب عليها ارقام وبيكون مش فاهم ايه الارقام اللي مكتوبه دي. لكن تاني يوم الصبح بيقوم وبيلاقي شنطه عنده في العربيه والشنطه دي بارقام سريه، فبيفهم ان دي الارقام اللي مكتوبه على الصوره بتاعته. ولما بيفتحها بيكون فرحان جدا وبيفضل يجري عشان يدور على ريان، وبيكون واضح ان الشنطه فيها فلوس كتير وان ريان قرر يكافئ ايدي بعد ما ساعده في كل اللي فات ده. وبيخلص الفيلم بتاعنا على كده.